فأول ما بتفوت بتقول لي مثلًا جِبت مثلًا 95، 97، 99 فكتير بتصيب من الفرحة، فما بتلاقيني إلا أنا حملتها ولفيت فيها يعني بالبيت. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ما كنا نعرف إيش تجويد، شي يعني إيش يعني إخفاء، شي يعني كنا بس نقرأ عادي. بعدين بلش يعني شوي شوي يعطونا بين الكلمتين يعني ميم وهيك يعني هدول. فبعدين صرنا أكتر وأكتر، وهلأ يعني صرنا الحمد لله صرنا يعني عارفين وهيك. ما أعرف الآيات أكتر، وحتى إنه بحس إنه ما هلأ أنا ما بعرف أقرأ بدون يعني بدون تجويد. يعني بتحسي إنه الكلام زي أكني ما بحكي، خلص تعودت عليه وصار سهل علي يعني. ماما كتير بتشجعني وبتدفعني إنه أروح، وأنا لما أحكي لها مثلا مش حابة هيك ترجع يعني تشجعني وما تخليني إنه أتوتر وهيك. أنا يعني وأنا صغيرة كنت أحاول أحفظ قرآن، لكن سبحان الله الظروف ما سمحت لنا، الانتفاضة وتغير الأماكن، ومرات تكون في دورة بتلتغى، ومرات ظروف يعني القرآن سبحان الله بده همة وبده جهد. فربنا أكرمني الحمد لله رب العالمين إنه بإسراء يعني، وقلت خلص يعني بدي أكرس كل جهدي إلها يعني، وأي طفل من ولادي يعني بحاول يعني قدر الإمكان أحاول أحطه بدورة حتى إن شاء الله رب العالمين يختم القرآن الكريم. لا إحنا بنحفظ صفحتين فيا دوب يعني ألحق أحفظ الأولى ولا أدرس. شوي هيك بحس إن الوقت ضيق علي. بدها نفس طويل، بدها يعني تكوني متنشطة، مش إنه خلص بدي أحفظ وأخلص يعني. لازم تحفظي إنه تكوني إنه متشجعة إنك تحفظي عشان تحفظي أسرع. يعني هلا أنا مثلا بكون يعني بطلع على البرندة مثلا بحفظ يعني بغير الأماكن بمكان يعني بيكون يعني فيه هواء. فهلا أنا الحمد لله بنظم وقتي. مثلا بروح من المدرسة برتاح شوي بحفظ مثلا، إذا كان ما علي دورة بحفظ بدرس يعني. وهلا يعني صار خلص يعني تعودت إنه أحفظ وأدرس ويعني كل أمور البيت. إنه أنا بنبسط عليها، بقولها أنا بكفي إنه هدف سبحان الله يعني، مش أنت بس بتقرأ القرآن، أنا بتلاقيني أنا فعلا يعني ماسكته من حب بكون أسمع لها، بقولها بكفي يعني إنه أنت ربطتينا حتى العيلة كلها بالقرآن الكريم، يعني إلها فضل يعني علينا، وبكفي إنه يعني نرتبط إحنا بالقرآن الكريم. يعني يوم يوم لازم مثلا القرآن يلمسك، لازم على الجوال، لازم على التلفزيون، يعني سماع حتى الأطفال عند الصغار يعني إنه ضلوا يقولوا يلا أنا نحفظ سمعي لي، عم بكون أسمع لهم ويقولوا لي سمعي لي. إنه أختم القرآن وألبس ماما وبابا تاج الوقار.